بسم الله، خلونا نسوي الفتة المنتظرة اللي المفروض اني انا مسويتها وياكم من زمان، بس ما ادري شو يصير كل مرة اجل. بس اعشقها الفتة. تعرفون الام اللي يكون عندها مجموعة بنات وتحبهم كلهم، بس اخر العنقود يكون لها دلع خاص، غلا خاص. هذه مشاعري للفتة. احب كل انواع الفتات، بس هذه لها مكانة خاصة، مرة لذيذة يا بنات. وسهلة اذا بتستخدمون ورق عنب جاهز، بس تقدرون تسوون، لكن اهم شيء يكون طعمه لذيذ لانه هو اساس الفتة. الصوص عندي طحينة مع عصير ليمون مع ملح، واخلطه شوي بعدين اضيف الموية. بضيف من عندي بطاطس إيدان، حبيتها مرة مع الفتة، تعطي لذعة وقرمشة لذيذة. وبحط لوز سنوبري مقلي، بقدونس ورمان وخس شرايح مقلي. يعني إذا كانت مكوناتك جاهزة المفروض إنها ما تاخذ منك ربع ساعة تصليح. طبعا هذه الفتة إذا جربتوها بتدمنونها، بيصير فيكم ما صار فيني. من الحين أقولها لكم، كل يومين مصلحتها، كل يومين أشتهيها. طبعا أنا أحبها مغرقة، فبحط زيادة صوص. يعني ورق العنب الحالة لذيذ، الورق العنب الحالة ما توقفين، ما بالك تحطين كذا محاصيل. شيء ما ينشبع منه يا بنات، ما ينشبع منه.